الفصل الربيعي دخل. إيه والعصافير تزغرط. إيه والأشجار تشطح. إيه هو داعا لأربعة كاشات عند النوم. إيه هو داعا لجرية التكرفيس تحت الشتاء. إيه وراك نسيتي الشرح الشريفة. دخل الربيع وهزت زبيده قفتها وهاد القمله وقصدها دار صاحبتها لاله عيشه وبقاو دو 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 بالهضره والنميم. وانا طلعت نلعب مع ولاد الجيران اللي ما كنعرفهم ما كيعرفوني. هادشي ما كتعرفهمش ولعب معاهم عروسه وعريس. كنا 7 والكبيره فينا هي النقاله. ما فهمش كيفاش ما داروكش العروسه. غينوض واحد الدراري وغيسخن عليه راسو غيهز كمشه ديال التراب ويلوحها في وجه العروسه. وبدات المعركه. ناض الصداع والغوات طلعت واحد الشجره عطاتهم طرشه لواحد ورجعت تسعى لماليها. شويه دخل مولاي العربي راجل لاله عيشه بخبر صادم. انصب عليه عبد القادر السيد اللي خدام عنده. هاد النصاب ما كان عنده حتى ما يلبس. دخلوا مولاي العربي وخدموا عنده دبر ليه على مرا وتزوج بيها وسلفوا الفلوس باش يقدر يعاون راسو. قالوا عليه الجره وقال ليه ما سلفتيني والو. ومن الفوق قال قدام القاضي باللي هو اللي عطى مولاي العربي راس المال ديال الماحل. والحرايمي صدقات ليه وربح القضيه في الاخر. تم النصب بنجاح على مولاي العربي. الغد ليه ملي جا المعلم عبد السلام الغدا سرسرات ليه لاله زبيده الواقعه بالتفاصيل. وبالليل الاب اللي ما كانش كيهضر بزاف دخلوا الفيس وبدا كيعاود لهم على عبد الله لي بيسي والقصص ديالو اللي كانت كتعجبد البخوشه. هادو هما الاحداث الرئيسيه ديال شابيتر الرابع. تناونا في الشابيتر الخامس.